إذا ما عليك أمر عادي توقف جنب دورة مياه. يا هلا يا هلا والله. شو الاخبار؟ شو اخبارك مسوي؟ نورتنا. انت اللي منور. الله يخليك. شو الطلة الحلوة؟ الله يخليك. حيا الله من جانا. يخليك. يا هلا والله. الطلة الحلوة. نور ما شاء الله. والله يمكن منها مشاكل تتحذف علينا من كل جهه ولا الله يعينك. لا بس صراحة لايق عليك. والله الحمد لله. يمكن مع المشي بعد. كل مشكلة لها حل يا استاذ عادل، انت لا تحاتي. اكيد ان شاء الله. الحياه متعبه. الحياة هلا والله يا نواف. تعال سلم على عم جاسم. اهلا. والله جمع ما شاء الله كبار ما شاء الله. كبار. انت تعرفه من اول شفته. يعني اقصد ان كل صغير يكبر يعني. صحيح. انا اشوفه مهندس، يعني انا اشوفه مهندس. الله يسمع منك. لا، أنا أبي أصير شرطي عشان أمسك المجرمين. ابو نواف، بغيت اكلمك في موضوع. ايه تفضل قول اللي عندك. ولدي نواف، قم غرفتك ذاكر دروسك يبا وبعدين اناديك انا ان شاء الله. إن شاء الله يبا. يلا هيا. شوف يا ابو نواف، تفضل. من اليوم ورايح ما في مشاكل. شلون يعني؟ ما فهمت قصدك. اقولها لك بدون مقدمات، تفضل. انت لازم تبيع البيت. ابيع البيت بعدين وين اروح انا؟ شوف يا عادل، انتوا فلتوا مرتين من العصابه ابو يعجوبه، مره خطفوا ولدك ومره كانوا بيخلصون عليكم انتوا الاثنين. بدل ما تهدون المكان وتمشون، بيع البيت واستفيد وخذ المبلغ واسس لك حياه برا الديره. يعني قصدك اخذ ولدي واسافر؟ بدون تفكير عادل، ما يبي له تفكير. وانا حصلت لك شراي واعذرني لان تصرفت بدون ما اشاورك لان الوقت ضيق وهم متحالفين فيك وفي ولدك. يعني انا ما ابيك تخسر ولدك ولا ابي يخسرك ويعيش طول عمره يتيم ويركضون وراء العصابه. والله ما اعرف شو اقول لك، بس كلامك صحيح. العصابه هذه ما خلوا لي خيار ثاني اسويه. وشورك وخيرة الله ان شاء الله. شوف لحظة. ايه هذا المكان، هذا الموقع اللي راح يشترون منك البيت. ابيك تروح عند واحد اسمه عز الدين، هو راح يساعدك. خلاص ان شاء الله من بكره اروح له. ليش لا؟ خلاص على انا استاذن. وين تستاذن؟ ما ضيفناك وشربنا. خلاص انا اروح اجيب شاي واجي لك. خلاص استريح. نشرب شاي؟ ليش ما نشرب شاي؟ لا تحاتي، الامور ماشيه حسب الخطه. انا متنكر بشخصيه اخوي ياسر. وكل 24 ساعه الفلوس بتكون عندنا. حي الله اخوي ياسر. الله يحييك. نورتنا والله نورتنا. ايش كذا فين روحك؟ الحياه كلها شارع. اول مره تجينا من فوق اكثر من كذا بعد. ما تقصر. الله يسلمك. كيف الدنيا معاكم؟ تمام. بس اهم شيء اقول لك يا عادل، لازم تبيع البيت باسرع وقت ممكن. ان شاء الله. سلام الله عليك. ان شاء الله باذن الله. بكره انا راح خويك اللي قلت لي عليه. لا شايكم مضبوط يعدل الراس. بالعافيه.
كان ودي اقعد معاكم لان احس ان اكلكم كله فنان. حياك الله بأيوس، بس ما كملت بياتك. مستعد. الله يساعدك ان شاء الله. سلم لي على نواف. يوصل. حياك الله استاذنا ياسر. فما لا يباه ايش فيك؟ خير؟ تكفى لا تبيع البيت. وليش ما فيها؟ بياخذون فلوسك يا يبا، تكفى لا تبيع البيت. يا نواف يا ولدي، انا ادري ان هذا البيت انت ربيت فيه وعشت فيه وكل شيء ذكرياتك فيه، لكن لازم نبيعه. هذا البيت صار خطر علي انا وانت، لازم نبيعه. تكفى لا تبيع البيت، ارجوك يا يبا لا تبيع البيت. خلاص ان شاء الله يصير خير، بس احنا لازم نبيعه زي ما قلت لك عشان احنا في خطر الحين. زين؟ زين. يبا وقف يبا. اي زي ما قلت لك، والله الدنيا صايره حوسه وتخوف، كلها مشاكل. يبا انت انتبه لنفسك بس، انتبه حق اللي حواليك. الحين انتبه حق نفسك، ترى الدنيا كلها مشاكل. اوكي يلا، ما ابي اعطلك. هذه الفلوس وامورك طيبه. ما قصرتوا، يعطيكم العافيه. حياك الله. سلم لي على ياسر. حياك الله. وتشكروا عني. الله يحفظك. الله يسلمك. يلا مع السلامه. الله يسلمك حبيبي. هذه الدنيا. حرامي! مسكوه يا عيال، مسكوه! مسكوه يا عيال، مسكوه، حرامي ترى، ذا حرامي ياخذ فلوسي. حرك طبق، حرك. شنو ذي؟ شنو ذي؟ شو المسخره؟ وانت صار لك سنين تهرب بضايع، ما تعرف تاخذ شنطه؟ وانت مسمينك الطابوقه على شنو؟ طول وعرض على خرطي؟ انتوا كم سنه صار لكم من العصابه؟ ما تعرفون تاخذون شنطه؟ خذوا الفلوس كلها، خدعنا. انتوا تدرون انكم ما تتعاملون مع واحد عادي، عادل مسعود كان من المؤسسين، ولازم تكونون حذرين انكم تاخذون الشنطه الصجيه. خلاص يا رافع، هذول خلهم علي، اوريك فيهم بعدين. من حسن حظكم اني لازم امشي، ولا كان خلص عليكم واحد واحد، اللي له شغل واللي ما له شغل. تدرون شنو بيصير اذا عرف شاهين بالموضوع؟ مو بعيد الحين عرف بالسالفه، واذا بعد تدخل ياسر بصير مصيبه. ابو فهد عندك اياهم، انا لازم اسافر. وين رايح مخك انت؟ عيون مبققه بس وراس تقول كان فلنجه هنا. الله شرع مو عليك، شرع على اللي سموك طابوقه. وانت وياه. العاده الزعيم ما يرحم احد، لكن من حسن حظكم ان الزعيم بيسافر. لكن اوريكم في حساب عسير وياكم بعدين. يا ريس ما ادري ان عادل مسعود بيخدعنا وبيعطينا الشنطه غلط. الزعيم اعطانا معلومات ان احنا نستلم الشنطه ونروح. ولك عين ترادد انت. كم سنه حلكم في هالشغله انت وياه؟ يعني لازم اعود ثاني واعود من جديد وادرسكم من جديد على الشغله هذه؟ لكن حسابكم بعدين ان شاء الله. اوعدك ما راح نكررها. زي ما قال طبوقه ما راح نكررها. لا والله ما اقول له طابوقه تشلخ مخك انت وياه. تعرف الان ما في الا شاهين واقف لي هنا، بس امسك شاهين بيديني بس والامور تنحل. ابشر يا ابو فهد، نعوض الخط اللي سويناه وشاهين نجيبه لعندك هنا. متاكد؟ متاكد. تقدر على شاهين تجيبه؟ نقدر. جيبه.
3 سنوات مو قادرين نسوي شيء. فيك يا ياسر، ايش فيك؟ هد اعصابك يا ياسر، هد اعصابك. اي هدي اعصابي، ترى احنا ما سوينا شيء، كشفنا الاسرار اوكي، وبعدين ترى كل اللي سويناه احنا انه يودنا المسعد. والله بنبيض احنا هني. يعني بهالطريقه انت بتحل القضيه الحين؟ استغفر الله، والله رافع لعب فينا لعبه. اهدى بس اهدى. زين بقول لك انا الحين ماشي، واذا ياك نبيل الشارد هو محقق في الشرطه، عطه هاي الملف. زين شهيد، هاي الملف فيه تفاصيل كل القضيه. تمام. الحين بيك نبيل الشارد عطى كل التفاصيل، انا يمكن اتاخر شوي، يمكن ما الحق عليه، انت عطى كل شيء. اوكي تمام. يلا اشوفك على خير. خلينا نبقى على تواصل. اكيد. انا شكيت في تصرفاته من الاول ان هذا مو بياسر، هذا مو تصرفات ياسر. نور ما شاء الله، والله يمكن منها مشاكل تتحذف علينا من كل جهه ولا الله يعينك. لا بس صراحه لايق عليك، ما شاء الله كبار ما شاء الله. كبار، انت تعرفه من اول شفته، وهو عنده اخو توأم، فاحتمال يكون هو، وانا تشكيت انه في الموضوع عنه، لكن ابشرك انا غيرت الشنطه اللي فيها فلوس، طلع اللي اخذوها اللي سرقوها مو بفلوس، الفلوس بالحفظ والصون ان شاء الله. ان شاء الله. اقول لك اتصل على يحيى ما اشوف ما يرد، عسى المانع خير يا حبيب. يحيى الله يرحمه، ترحم عليه. اترحم عليه؟ ايه يحيى مات خلاص. شلون مات؟ يحيى سوى روحه بطل وراح بينقذ عادل مسعود، وانت تعرف شنو مصير الخاين عندنا. خاين؟ ما يصير كل يوم تذبح لك واحد، كل يوم ورا الثاني تذبح لك واحد، كذا ينقص عددنا يا حبيب. وانت تعرف يحيى وش يعني لنا. شوف يحيى عنده كل المعلومات اللي عندنا، تعرف اذا واحد خاين ممكن راح يضرنا، فنتخلص منه اريح لنا واريح له. انت شو هذا الصح يعني؟ ما عندي خيار ثاني. وموت ان شاء الله نرجع الديره. انا الصراحه مليت من الشغله، مليت الصراحه، ابغى ارجع حق عيالي. شوف انا ما اقدر ارد لك طلب، ابوي بدران كان دائما يفضل ياسر علي، وانت اللي ربيتني، وانا ما ارد لك طلب، بخليك ترجع حق بيتك وعيالك، لكن بشرط واحد. شنو شرطك ان شاء الله؟ عملية عين الحوت. عين الحوت؟ طيب اقول لك على شغله، مو المفروض ان المسعد هو اللي يقود العمليه هذه اقرب شيء؟ المسعد الحين محجوز عند ياسر وشاهين، واكيد راح يخلص روحه بسهوله، بس الحين هو مو فاضي، وانا ابغى العمليه تتم باسرع وقت ممكن. تعرف انه عمليه خطر هذه، مو مثل ما تتخيل. ادري، وبتكون الاخيره، بعدين راح تكون حر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مكتب المحقق ياسر؟ اي نعم، لكن هو موقف حاليا. عندي خبر. معك المحقق نبيل الشارد. نبيل الشارد؟ اي نعم. يا هلا ومرحبا، يا هلا فيك. تفضل تفضل.
ياسر حاليا مو موجود، لكن ممكن أعطيك تفاصيل القضية كلها. سم. تسلم. ممكن تعطيني معلومات على القضية بشكل مختصر؟ في البداية كانت الحوادث تتكرر كل سنة بنفس التاريخ اللي هو 9 أكتوبر، ومن اختفاء حسن سلمان اللي اكتشفنا مؤخرا أنه واحد من العصابة، وكانت جزء من الخطة تبع العصابة طبعا. وحتى يوم سلمنا حسن سلمان الشرطة كانت خطة من الزعيم تبعهم. وبعدين تعرفنا على المشتبه هشام فرحان وشكينا في أمره، وطلع هو صاحب بدران والد المحقق ياسر بالصدفة. ومن بعد بحث عميق اكتشفنا أن المنظمة تبعهم هي نفسها الجمعية اللي كان يديرها بدران الله يرحمه، اللي اسمها 4/7. العصابة استغلت اسمها الموثوق عشان يمشون بضايع وممنوعات عشان يوصلون لهالمنظمة الإجرامية العنيدة. عشان كده هم استغلوا كل هالبضايع عشان توصلهم بالشكل الدقيق والمطلوب. وهشام فرحان طلع واحد من المؤسسين عندهم، والمشكلة الكبيرة إن الزعيم تبعهم طلع أخو ياسر التوأم رافع، نسخة طبق الأصل في الشكل، لكن في الصفات فرق السماء عن الأرض. طلع داهية مخطط على نار هادية. 7 سنوات وهو قاعد يلعب فينا، وكنا كلنا نمشي على حسب الخطة اللي هو راسمها. احنا كشفنا كلها أسرار هاللعبة، وفي النهاية كل اللي سويناه إن احنا دخلنا حسن سلمان السجن، وخلينا ناجي مفتاح اللي يسمونه المسعد عندنا رهينة، ورافع اللي هو الزعيم هرب برا الديرة ومعه هشام فرحان، وما ندري كم عدد الموجودين هنا والمناطق الثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا والله هيك. حياكم. استريحوا. الله يطلع لك. شوفوا، الموضوع أخطر مما تتصورون. احنا بنواجه منظمة فيها من أخطر العصابات. احنا لازم ناخذ كل احتياطاتنا. شوفوا، قبل نوزع المهام حاب أعرفكم على شخص جديد راح ينضم معانا. حياك. مساكين والله، ما يدرون ان كل شيء قاعد يصير تحت امري. كيف حالك؟ محقق وجدي؟ جالس ها؟ ايه شيء. محقق نجيب. تفضل استريح. أنا استخدمت نفس أسلوب اللي استخدمه أخوي رافع اللي هو الزعيم. خليت جاسم جاسوس ويدعي إنه هو في صفهم، لكن طبعا هو بروحه ما يقدر يسوي شيء، والحين هو الزعيم سافر برا. الموضوع ترى خاطر مو بهين، احنا مو بجايين نلعب. من كذي أنا استنجدت فيكم. طبعا معنا أخوي جاسم. الحين أنا وشاهين راح نقابل عادل مسعود، ممكن راح نجمع كم من معلومة راح تفيدنا في القضية. أبشر طال عمرك. هذين هنا قاعد احطك الفطور. قطوة مطابخ انت كله في المطبخ. ما يصير عبير الكلام ذا. ما تبغى فطور؟ كله هذا فطور. طيب تعال خله فطور عندي. ليش خبر نسويك؟ تعال قول. تعالي حبيبي بس. يلا جاية اللهم اجعله خير، مع انه ما ظنيتي وراك خبر عدل. تعالي جاية. تعالي قومي تعال. استريح يا عبير استريح. جلست. يلا قول ايش عندك؟ انا عجلة انت تلك العجولة يا عبير. عارفة ما تجيني الا عندك مصيبة. ما في مصيبة. مجهز لك سفرية على كيفك. ايوه على جرج وبدون اذني. انا الحين ما لسه ما حجزت. انا جاي اخذ رايك. ايش رايك؟ والله بفكر اذا لي خير. بتفكرين؟ إيه.
انا قلت الفقر داب العروق داب ماشي. مين ماخذه؟ الوجه فقر مين ماخذه انا طيب؟ اقول ماخذه واحد انت فقران انت احسن شيء اتركك واروح انام احسن. يلا روح اتركني بس، انت سفريتك اللي ما ادري من وين جايبها. إن كنت من محبي هذا النوع من الأفلام، أفلام الأكشن والإثارة والأفلام المشابهة، فلا تتردد بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب، وشارك هذا الفيديو مع أصدقائك، وأدعم هذه القناة لتستمر بتقديم المزيد. ممكن تعلمنا عن كافة التفاصيل اللي تعرفها عن المنظمة من الألف إلى الياء؟ شوف، هي من البداية كان بدران رحمة الله عليه اللي هو والد المحقق ياسر مؤسس جمعية خيرية اسمها 4/7. الجمعية هذه تساعد المحتاجين وتقدم الدعم للبلد، لكن للأسف ما فيها تصريح. بعدين حصلت دعم من جهات كبيرة وصارت شبه موثوقة. من المؤسسين لهذه الجمعية أنا وهشام فرحان. بعد ما توفى بدران الله يرحمه، من اللي مسكها رافع هذا استقل الدعم الموجود في الجمعية والثقة اللي حصلتها من الناس كلهم. قام ايش سوالها؟ استغلها عشان يمشي البضائع والممنوعات اللي عنده. طبعا طرد كل الموجودين في الجمعية، باقي منه انا وهشام فرحان، وانضموا لنا مجرمين كثار، وتحولت هذه الجمعية من خيرية الى منظمة اجرامية كبيرة وخطيرة. بس كل اللي قلته الحين ترى احنا عارفينه، نبي معلومات اكثر، ابيك تتعمق وتروينا اشياء احنا ما نعرفها. ترى كل اللي شفتوه هذا كله مقبلات، كل اللي سوته العصابة شيء بسيط. هم من سنين ترى يخططون حق عملية كبيرة، عملية اسمها عين الحوت. عين الحوت؟ ممكن تعطينا تفاصيل عن العملية هذه؟ والله أنا ما أدري شيء عن العملية دي، أنا طلعت منهم من زمان ولا أدري شيء، لكن اللي أعرفه إن هشام فرحان هذا هو الذراع اليسار للزعيم. لحظة، قلت ذراع اليسار؟ يعني من هو ذراع اليمين؟ ايش فيك ساكت؟ والله شو أقول لك، الزعيم ما حد يعرفه غير 3، أنا وهشام فرحان ومعانا يحيى، ولا يطلع إلا مقنع عند العصابة الباقية. لكن ذراع اليمين أبد ما حد يعرفه ولا حد شافه، كل اللي نعرفه عنه إنه هو هكر محترف. الصراحة احنا حاجزين المسعد عندنا، يمكن راح يفيدنا بشيء؟ المسعد ما غيره؟ أحد تلاقيه هرب وانتم ما تدرون عنه. مستحيل يهرب، احنا مشددين عليه. يا محقق شاهين، هذا مجرم خطير، أنا أعرفه، هارب من 4 سجون. ما تبغى يهرب منكم؟ أكيد هرب الحين. وأتوقع أنه جاي بإرادته، ما هو علشان أنتم مسكينة. هذا خبيث وماكر. فهد إذا ما عليك أمر أبغى أغراض من البقالة. نعم، ايش قلت هاي؟ كبر المواضيع، ترى كل اللي طلبت أغراض من البقالة. انا ما كبر مواضيع، من اللي يصرف عليك، من اللي ملزوم فيك، انا ولا ابويا؟ ما له داعي يا فهد على الحركات، والله العظيم ما له داعي. عندك ابوي كلمني. شو عندك مع خالتك؟ كيف هيدا اشوف صوتك طال مع خالتك عبير، ولا لاني برا البيت تسوي روحك باشا على الكل؟ اول شيء ما عندي خالات ولا حاجه، ما عندي الا ام واحده، حط هالشيء ده في بالك. غصبا عليك خالتك. مو غصبا علي يا حبيبي. فهمت؟ الظاهر انه ولا حنيت على الكوب القديمه لو ارجع ذاك يا كلب. استهدي بالله، ما له داعي. مهما يكون ولدك ما فيك تقرب من الابوه اصلا. فهد خلاص.
هيه هاي يبا، اشوفك ما ضربتني كفوف كالعادة وتقول جملتك اللي انا حفظتها اكثر من اسمي، تقول الظاهر ما فاد معك الكف ذاك اليوم. يلا شوف شو بتسوي الحين. على العموم انا بمشي بخليك تترك ابويك وخليك مع ربعك يا هشام فرحان. وينك يا ابو فهد؟ خذ هذا الماي الحين انت وهدي. شو اللي صار؟ ليش ترفع ضغطك على اشياء ما تسوى؟ تبي تموت عمرك ولا وشو يعني؟ والله احس اني قسيت على الولد يا عبير. من ناحية قسيت فانت قسيت فعلا، بس عادي الانسان يتعلم من غلطه ويندم، مو عيب انك تندم وتعتذر له وتعوضه. قسيت انا كثير والمفروض اني احتوي. ما عليه، الحين تقدر تعوضه. بس بهدلني كثير. بعد هو صغير في العمر كثير يعني بهدلني. كل العيال بعمره يسوون هالاشياء. يعني كنت مخبي له اشياء عبير ما تتخيلين. انا الصراحه مليت من الشغله، مليت الصراحه، ابغى ارجع حق عيالي. كنت مخبي له اشياء كثير يا عبير، انت ما تدري عن شيء. ما عليه، مرده يكبر ويعرف قد ايش انت تحبه. اسمعني يا ياسر، والله طلع كلام عادل مسعود صح، المسعد مو موجود في الغرفة. مثل ما توقعت. شوف احنا لازم نجتمع جديد. تعال بقول لكم سالفه. حياك الله اخوي ابو فهد، شلونك؟ والله بخير، حياك الله اخوي خالد، شلونك انت؟ طمنا عليك. والله الحمد لله. شو اخبار الاهل؟ مربح لي فهد مزرعه. يعني يروح الواحد غير هالمزارع يريح له ويغير النفس فيها الاجواء الحلوه الطيبه. احسن لك. بشرني عن فهد بس، شلون وياك الان؟ تعبت والله تعبت اخوي خالد. جيت باللين ما فاد، خوينا ما فاد، شرينا له سياره وهم ما فاد. هذا في الشوارع تجول مع ربعه واصدقائه كل شيء. تعبني فهد، تعبني. لابد يا اخوي تهتم فيه، ترى الظن غالي، ترى الظن غالي اكثر من الاهتمام. انت اذا بيظل على هذا الوضع بيضيع فهد. ايش تبغى نسوي؟ طيب يلا عطح، الان جايك ابغى اشوف حد. يلا يا اخوي، ترى اذا ما نهتم فيه متى بنهتم فيه؟ شنو نوع الاهتمام اللي تبغى نسويه؟ يلا احتويه، اجلس معاه، ما هو تشوفه كذا مره منطلق ما ماني مسؤول عنه. ايش تبغون يعني اترك اشغالي واجي اقابله؟ لو نص ساعه في اليوم، نص ساعه بتضيع كل هذه اعمالك؟ لا ما تضيع اعمال، بس في هالنص ساعه اللي ابغى فيها ما القاه. انت ابوه اتصل عليه. على كل حال انا بس ما ابغى اكثر كلام واجد يا اخوي خالد، لانك ما راح تقتنع. تتذكر ذيك الايام يوم اجيك واقول لك ارفع صوته على خالته، ولا ما تتذكر؟ اتذكر، لكن مهما يكون هذا ولدنا. اول شيء يا عمي لا ترفع صوتك، هذا اول شيء. ثاني شغله انا فهد مو هشام فرحان اخوك. ثالث شغله اخوك قاعد يتمرد، اللي هو مسمي نفسه ابوي، اذا في ذره من الابوه اصلا. كان فكر بعياله بدل ما يبيعهم على كم من فلس ما راح يندفنون معاه في الحفره. عمي ما ابي اوجه راسي معاك. طيب اخوك وهذا قدامك راح كلمه، واللي عندي انا قلته، واذا اخوك ما عقل انا اعرف كيف اتصرف. شوف يا عمي، مثل ما قلت لك فكر بكلامي عدل وتحلم انك تخليني مره ثانيه لما اخوك يرجع العقل. فهد
تعال انت من صدقك؟ اي نعم، انا خطبت فاطمه بنت المسعد عشان اخليه يجي بنفسه. ترى انا هددته بس كذي مو من صدقي. تبينا نصير مجرمين مثلهم؟ صرنا بعد نخطف الناس ونخطف الاطفال؟ انت ايش سويت يا شاهين؟ لا تخاف يا ياسر، انا مخليها في الحفظ والصون. لا تخافين حبيبتي، لا تخافين، راح اعطيش اكل، لا تخافين. تعال تعال، لا تخافي لا تخافي لا تخافي. يا شاهين الغلط يضل غلط. صلوا على النبي يا جماعة، أنا عندي حل وسط. شنو بعد حل وسط انت الثاني؟ تاخذونها يوم وترجعونها يوم. نجيب انت تستهبل. فهد؟ وهذا كان ولد هشام فرحان؟ اي نعم، انا فهد ولد عيسى اللي مسمي نفسه هشام فرحان، وانا راح اساعدكم عشان تمسكوه. يا فهد خلك بعيد عن هالسوالف، ترى مهما كان ده ابوك واحنا المحققين. اسمع محققين يا حبيبي، جيت اساعدكم عشان تمسكوه. ابو يسوي اشياء الحرام ما اعترف ان في ابو. وثاني شغله يا حبيبي، زين انا انضريت من مو انت، والناس انضرت من بعد، وانا اكثر واحد انكسرت كسرة عمرية، تعبت، قتل ناس ما لهم اي ذنب. وانا شنو ذنبي ان انا عشان اولد في الدنيا وصغر ابوي؟ ليش؟ جاوبوني انت، حسيتوا بهالشيء؟ اهدى، مهما كان ده ابوك لا تقول ابوي، انا ما عندي ابو. عمر الظفر ما يطلع من اللحم. انا اشلع الظفر من اللحم المكانه. لو يموت بكره راح تحس بألم وحرقه. حبيبي شوف اسمع، فهد لا تدخل نفسك في مواضيع انت في غنى عنها. احنا المحققين بنتصرف. اهدى خلاص، وانا جيتكم من جدكم من نفسي، انا اللي راح اساعدكم في الامور. خلاص بس بلا طيش. خلاص شاهين، استريح يا فهد. يقول لي استريح لكم. فهد هدي اعصابك، حياك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. هنا؟ اي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، أنا جاية من طرف أحمد سعيد حق مقابلة الشغل، ما أدري إذا قال لك أو لا. الأخت عبير؟ أيوة. راح أعينش على وظيفة وباقي 200,000 وطالع. بكلفش بمهمة إذا نجحتي فيها راح أعطيش 200,000. شنو المهمة اللي بتخليك تعطيني 200,000؟ خلاص يا فهد، انت هدي اعصابك شوي والامور طيبه ان شاء الله. ما في اعصاب الحين، ابوي خلى في اعصاب. الدنيا كلها وقفت بوجهي. ترى الدنيا وقفت بوجهي؟ يعني انه اقرب الناس لي ابوي يتعامل مع من؟ مع الزعيم اللي هو اخوك النجس، وصدت اخوك على حقيقته يوم كنت تجسس عليهم. خلنا نطلق سراح فاطمة. روح زين، احنا في شنو وانت في شنو؟ شايف شوف حالنا محققين اللي انت جايبهم. تفضل. وانت يا ياسر يا المحقق الكبير، تحسبني ان انا ما ادري انت والزعيم اخوان توأم؟ يا جماعة خلونا نفكر بجدية، ترى المسألة أخطر مما تصورون أنتم. صح، مسألة خطرة. كلامك عدل، مسألة خطرة، وهو أخوك مو قادر تقضبه، قاعد يضر العالم ويضر البشرية، وأول يضر أبوي ودمر حياتي. واسمعني عدل، فكر بكلامي زين. عندك رقم تواصل معي إذا تبيني أسألك وأمسكهم كلهم وأتخلص من أخوك أول واحد.
فهمت؟ بتشوف يا ياسر، يا أنا يا أخوك الزعيم في هالكون. أنا كده جمعت كل المعلومات عن اللي اسمها عبير دي. هي هتقابل واحد من منظمة 4/7. الباص هيقف في 4 محطات، وهي هتسلم الشنطة لواحد من العصابة في الباص. انتوا لازم تعرفوا هو مين وتمسكوه. تمام، انا الحين بروح اخذ المفتاح. طيب استعدوا للمحطة التانية. خلصنا 4 محطات وما حصل عاد الا شخصين في المحطة الثانية. يبقى الشخص ده فعلا موجود في الباص؟ لو سمحت عادي توقف جنب دورة مياه؟
شو تقول؟ سمعت يا ريس؟ سام المسعد بينفذ عملية عين الحوت. قول مسعد بينفذ عملية عين الحوت؟ لكن الرئيس قال لي أنا اللي أنفذ عملية عين الحوت. المسعد هالايام قام يتصرف على كيفه، يسوي حاجات من ورانا ما ادري ايش يبي يوصل له. معناته الحالة هذه اسمع شو أقول لك، اليوم قبل ما تغيب الشمس أوصل الخبر عند الزعيم، فهمت؟ قواكم الله. أبو السطور قل لي شو اللي طلعك من السجن؟ والله ما عجبني الوضع وطلعت. هلا بالقفل، اشتقت لك. هلا والله السطور. يا هلا مرحبا. لا هلا ابو السطور، والله لكم وحشه. احنا اكثر. هلا 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 مرحبا. عيال انت بالذات لك وحشه قتاله. عيال يا هلا مرحبا يا هلا مرحبا. الله يحييكم ويبقيكم. حيا ولدوم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. استريحوا استريحوا استريحوا. يلا ابو السطور. شو العلوم؟ العلوم عندك. انا داخل السجن عندي العلوم، العلوم عندك انت. الا يوم انك طلعت من السجن الحين اقول لك امسك صاحبك المسعد، اشوف هالايام قام يلعب بذيله. ايه قام افا ايش فيه؟ علمني ايش اللي فيه. اسمع شو اقول لك، المسعد خويك اشوف قام يتصرف من راسه اليومين، وهذا مو من صالحه. يتصرف من راسه من دون ما يراجع الزعيم. امسكه وانصحه. افا اجل المسعد شو مسوي؟ انت تستبله ولا ايش تبغى اقول لك يا ابو السطور؟ كم مره اقول لك عن المسعد؟ اعيد واكرر. اقول لك المسعد خلاص فلت، قام يتصرف من راسه. يا ابو سطور فهمت شو يقول الرئيس الحين ولا نفهمك زياده؟ لا وش مسوي؟ هو اقوم احسن لي اقول والله لو انك خايف في سجنك ارحم وخليني فاكر. الا الرئيس ايش فيه عصب وقام؟ حتى انا عصبت. عجل على كلامك ما تبي عصب الرئيس. اهو بس منك. افا الا مسعد شو مسوي؟ جاية يا ابو فهد دقيقة. جاية وش فيك؟ انت مين؟ اعتبريني ابو فهد. لو سمحت تفضل اطلع برا. لا اتصل بالشرطة. انا الشرطة. ايش تبغى؟ انا جاي اسالك سؤال واحد وامشي. ما عندي اجابة. سؤال واحد. لو سمحت اطلع برا. سؤال واحد ولا غير؟ ما عندي اجابة. وين الشنطة؟ اي شنطة؟ ما عندي ولا شنطة. اتوقع انك تعرفين انا اتكلم عن شنو. ما اعرف. وين الشنطة؟ لو سمحت. تعالي شوي. لو سمحت انا عندي عيال. قولي لي وين الشنطة؟ قلت لك اني انا ما اعرف عن شنو تتكلم. زين سؤال ثاني. انا مرة كبيرة في العمر وعندي عيال. لحظة. لو سمحت. شنو علاقتك بهشام فرحان؟ من هذا أول مرة أسمع من الاسم ما أعرفه. اوه انت كذي ما أعرفه. اهدي. أنا ما لي علاقة، لا تقدر تورطني بشيء أنا ما لي علاقة فيه، لو سمحت. انت عبير صح؟ لا. من؟ تحبين تلفين وتدورين؟ لو سمحت أنا قلت لك إن أنا ما لي علاقة، خلني أمشي لو سمحت. ايش رايك تسوي لي شاي؟ لو سمحت أنا ما أقدر أستقبلك وزوجي مو هنا. خلني آخذ وقتي معاك. زوجك هشام فرحان صح؟ لا. من هو؟ بتطلع ولا لا؟ أنا أظن إنه مو من حقك إنك تجي وتجلس عندي صح؟ بنفسجي والله. نواف ايش فيك يبا؟ ايش فيك الضايق؟ عسى ماشي.
الأولاد في المدرسة يا يبا كله يقولوا لي أنت ولد المجرم، وأنا ما أصدقهم. ليش يقولون عنك كذا؟ يا نواف، هذا كلام ماجد، واكيد هذا من افراد العصابه يبون يشوهون سمعتي عندك، انت لا تصدقهم. يبا تكفى، أبي أنقل من المدرسة. ان شاء الله بنقلك، بس خلها تعدي السنه ان شاء الله على خير وانقلك ان شاء الله. يلا. شوف يا ولدي، ترى كلام الناس عمره ما يخلص. تغير مدرستك عشان الناس؟ انت شاطر وما شاء الله مستقبلك ان شاء الله كبير باذن الله سبحانه وتعالى، تروح تغير مدرستك بس عشان الناس؟ استمر وما عليك من كلام الناس، ترى ابوك رجال طيب ومحترم. يا استاذ شاهين، شكل نواف خلاص اقتنع وصدق الكلام، وان شاء الله الامور طيبه، صح ولا لا؟ ان شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. في النهاية ما راح تحصل بنت كاملة. ليكون احنا رايحين نخطب للولد، ايش تخبص انت الله يهديك؟ أنا بس أعطي مثال، والمعنى في كبد الشاعر. قدك تقول أمثلة بهالطريقة ذي. وثاني شيء يقولون المعنى في قلب الشاعر مو في كبد الشاعر. شنو تبيع كبدة أنت الله يهديك؟ لا ان شاء الله الامور طيبه، الولد اقتنع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بصراحة ما أدري من هو اللي قتل فهد. هاي بينني الصراحة، ترى كلنا ما ندري من اللي قتل فهد. ايش فيك انت؟ مو حزتك؟ الحين احنا مو قادرين نحل قضية 9 أكتوبر، تطلع لنا قضية ثانية؟ والله انا مو عارف من وين ابتدي. هل موت فهد له علاقة بمنظمة 4/7 ولا عملية عين الحوت؟ كل شيء جايز، انا اقول لك كل شيء جايز. والله الامر محير، هذا موته دش فجأة كذا والله. القضايا قامت تتشابك مع بعضها البعض. اي والله يا شاهين. والله شيء محير. بس شلون صار كذي؟ والله شيء غريب ومحير، انا راسي موقف. ابي اعرف من له مصلحة بموت فهد؟ فهد ولد هشام فرحان، معقولة العصابة تقتله او تفكر انها تقتله اصلا؟ مستحيل، لان مساعد الزعيم هو هشام فرحان، يعني هو ابو فهد. مستحيل. ما ادري شيء يعني يا العصابة يا احنا. مستحيل. فهد الوحيد اللي ما حد له مصلحة يقتله. لا حول الله. الحين احنا بروحنا متوترين بالقضية، يجينا شيء جديد بعد نفكر فيه. هشام فرحان؟ جيت للموت بنفسك؟ لحظة خلنا نعرف شنو يبقي بالأول. تفضل قول لي عندك. أنا مستعد أسلم نفسي لكم، بس تعلمون من هو اللي قتل ولدي. بس من هو اللي قتل ولدي؟ أنا ما جيتكم إلا عارف إني بسلم نفسي، بس أبغى أعرف شيء واحد بس. من هو اللي قتل ولدي يا شاهين وأنت يا ياسر؟ من هو اللي قتل ولدي؟ علموني. يا عيسى اهدأ الحين. كيف أهدأ؟ أنت جيت في المكان الصح، بنساعدك وبنطلع لك من اللي قتل ولدك، بس أنت بعد تساعد معانا. أبغي كل المعلومات اللي تعرفها
عن منظمة 4/7؟ ما أعرف شيء. ممكن هم يكونون متورطين في مقتل ولدك، فأبغيك تهدأ وتتساعد معانا، فالمعلومات راح تفيدك وتفيدنا احنا بعد. أنا مستعد أجيب لكم العصابة اللي هنا متواجدين في البلد يا شاهين وأنت يا ياسر، لكن أبغى ولدي، آخذ ثار ولدي. تعرف شو معناته أخذ ثار ولدي؟ راح تجيب لي كل الموجودين هنا؟ كل الموجودين. ولدي وحيدي يا ياسر. تعرف شو معناته وحيد؟ ولا ما عندكم هذا الإحساس؟ بس في سؤال محيرني. اسأل. سمعت انك الذراع اليسار للزعيم، اللي محيرني من هو الذراع اليمين؟ ما أعرف شيء. أنا وعدتك إني أجيب لك العصابة المتواجدين في البلد يا ياسر، وولدي فهد لازم آخذ الثار. جاوبني عن هذا السؤال وأوعدك إني أجيبه لك خلال يومين. أبغي أعرف من هو الذراع اليمين للزعيم اللي هو أخوي رافع. أنت تعرف. إيه إيش فيك ساكت؟ أخاف أصدمكم. قول من؟ أخت المحامية نور يا شاهين. نور؟ نعم. نور اللي تشتغل معانا؟ اللي تشتغل معانا. ماني مصدق. أختها؟ أختها أنوار. لا لا لا، اللي قاعد يصير مهزلة. أخت المحامية نور؟ أنت وعدتوني لازم تعلموني من هو اللي قتل ولدي. أوعدك إني أطلعه وأجره من خشمه. أنوار أخت نور، ذراع الزعيم اليمين اللي يعتمد عليها وتهكر معلومات. شلون طابت عليه؟ رافع. انا ما يهمنيش اذا كان المسعد ولا غيره، اهم حاجه تخلصوا عمليه عين الحوت وباي طريقه، ومش عايزه اعذار. بصراحة أنا كنت حاسة، بس إن هي تكون من الرؤساء دي حاجة صعبة قوي. تخيلي هي تكون الزعيمة حق فرع مصر. دي أكبر صدمة ممكن أسمعها. شفت شلون يا نور؟ القضية اللي كنا نحقق فيها طلعوا أخوي وأختك متورطين فيها. أيوة، وزعماء برضو. ما توقعتش أختي أنوار تكون إرهابية. أنا مش عارفة أعمل إيه. يا جماعة لحقوا، لقيت مكان مسعد. متأكد؟
طيب تفضل يا عم. فيك؟ طيب دقيقة اجيب لك الماء. حرامي! دبر يا جماعة دبر. نقدر نصيده نقدر. وين راح ذي؟ فشلتونا ترى سكوتر ما نقدر نلحقه. سكوتر حرام عليكم. راح طار ما ادري شو نسوي بعد. جيبه ما عليه. وين راح؟ تو كان هني. يجي هدي بس. يلا ركبوا. كل ما نجرب اكثر من طريقه نلقى تحقيق اكثر. السالفه في القضيه ذي. المشكلة احنا وصلنا بعيد، الحين صعب ان احنا نتراجع. انا في بالي شيء. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ نبيل. حيا الله، كيف حالك؟ الله يحييك. استريح. حيا الله من جارنا. الله يحييك. بشرنا عنك. الحمد لله، اخباركم طيبين؟ والله الحمد لله تمام. اللهم صل. اسمعني يا ياسر، انت عارف معزتك عندي ومعزة والدك الله يرحمه، وانا جاي الان انصحك. كلامك على عيني وراسي، تفضل حياك. انت ما شاء الله محقق ناجح، والان سكت مكتبك والجماعه بدوا يشكون فيك انك تشتغل بالخفي. شوف يا استاذ نبيل، انا ما احتاج افتح مكتبي واخذ فلوس، انا اللي قاعد اسوي شيء انساني. يعني من الطبيعي اذا بشوف قضيه قدامي ما راح اهدى وامشي. انا مستعد اسوي اي شيء عشان الوطن وكل البلاد العربيه. بس انت يا ياسر قاعد تتدخل في شغل الشرطه، ليش ما تجي تشتغل عندنا وتكون لنا مكسب؟ شوف يا استاذ نبيل، انا ما احب ارد لك طلب، بس عطني مهله اسبوع كذي وارد لك خبر ان شاء الله. ان شاء الله على خير. ترى يجي من بسام، لا تسهم فيه. والله ان قلت يجي وان قلت ما يجي، لكن لو عاد نشوف. يا ابو فهد، وعدتك اني اجيب لك شاهين، وهذا جبت لك مقيد، خذ. خلنا نشرب الشاي. احلى شاي. والله صدقت يا بسام، انا قلت حق الطبوقم ما يجيبه، قال لا والله يجي من. صدقت.
شاهين. خلاص تقدر تروح بس. يا شاهين. أخيرا وصلت لمكاني، وأنا اللي أدخل مكاني ولا زباين جهنم ولا الجن الأزرق يدل مكاني. أخيرا وصلت أقول. وش عندك تقول له؟ ما توقعتك بالخسة والدناءة. خسيس يا نذل، والله بسماه لو يدري عنك ياسر ذبحك وقطعك. لا أنت ولا ياسر خسيس ولا 10 من أشكالك. واطي. أنا أخذته اليوم أنحبس عندك. اليوم مبسوط وأتربط عندك. مبسوط تصدق والله بسماه راح يجيك عقاب عمرك ما شفته. لا تظن انك بتصبر على هالحال ذا. وانت يا فؤاد ما ظنيتك ان تكون مع العصابة القذرة الوسخة. انت لو تدري عنك عمتي كان طاحت غشيمنا المسكينة. انت يا فؤاد ارجوك لا تجيب طاري امي، فاهم؟ انت خليت فيها اللي ينضم له العصابة الوسخة ما عمره يكون عنده اصلا. انت انضميت للمجرمين وشربت من سمهم. حرام عليك، حرام. اسمع يا طبوقة، بخليك مع هاللطيف باين عليه جايع، بروح بجيب له شيء يهبط بطنه. اني خاصك مني يا شاهين، بس اني اول شيء شبعك. انت يا فؤاد، انت الله اكبر. اخر واحد يمكن اتوقع انه يطلع مني هالشيء انت. لقمة العيش يا شاهين، لقمة العيش يا شاهين. لو اني ما رحت وياهم راح يمسكوني. اي لقمة عيش قاعد تتكلم عنها؟ تاكل اهلك فلوس حرام. تعرف شنو فلوس حرام؟ يعني كل ريال تدخله بيتك، كل ريال تدخله بيتك سحت. سحت، تعرف شنو سحت؟ يعني النار أولى به، يعني النار أولى به. أمك المسكينة شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ قل لي. ذنبها إن في واحد مثلك واطي حقير نعدل. لو انت محلي ما قلت الكلام، لو انت محلي ما قلت الكلام. لقمة العيش وغير كذا ما مسك. افهم يا شاهين، افهم. هذا مو عذر، ولا يمكن انه يكون عذر اصلا. تدري ليش؟ ناس الفقر يموتهم ما سووا مثلك. معليش يا شاهين، اسمح لنا ترى ما باقي غدا. وقعت تمرات، واعتقد التمرة هذه التمر يقولون الشيبان اول يسهل الامر. اكلنا التمر وان شاء الله تشبع. تحمل وبالكازو كل 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 كل. اسمح لنا يا شاهين، ما قدمنا لك الوجبة اللي تليق بمقامك يا شاهين. اسمع يا طبوقة، نعم، اياني وياك تتعاطف مع هالاشكال هذه، فهمت؟ انا طالع مشوار وراجع، لكن والله انت عاطفت معاه وقال لك بروح حمام ولا ترى والله حرقك انت وياه. فاهم؟ فاهم. شاهين. ليش يا فؤاد تسوي كذا؟ يا شاهين قبل ما يجونك
ماشي. تدري يا فؤاد انهم راح يخلصون عليك صح؟ روح يا شاهين، انا بتصرف. يا فؤاد يمدينا نصلح كل شيء، تعال معاي. روح يا شاهين، انا بتصرف. تعال معاي. انا بتصرف، ما عليك، راح. القفل اجل ها؟ جمال الدحروط صح ولا لا؟ وين كنت من الساعة 3 إلى الساعة 5؟ مع العصابة. مع العصابة؟ طارق الشرحوب صح ولا؟ وين كنت من الساعة 4 للساعة 5؟ أنا توني طالع من السجن، ما مداني حتى. مع مين كنت من الساعة 4 للساعة 5؟ ما كنت مع أحد، توني طالع من السجن، ما مداني حتى الحس يدي. مين اللي قتل فهد؟ مو أنا والله ما أدري والله. ما تدري؟ ما أدري والله. أكبر كذاب. تدري؟ والله ما أدري يعني. لكن الأيام تبين. مين اللي قتل فهد؟ ايش دراني أنا؟ تدري كذاب. ما أدري. كذاب. أقول لك توني طالع من السجن. بسام الرابع صح؟ ليش قتلت فهد؟ أنا ما قتلت فهد، أنا مو بشغلي القتل، أنا شغلي التهريب. شغلك التهريب وبديت في فهد؟ لا ما أقتل أنا. أجي شو تسوي؟ أنا هرب بس. أجل مين اللي قتل فهد؟ أنا ما أدري عن شيء، لا تسألني عن قتل. قل لي مين اللي له علاقة بالموضوع ذا؟ ما أدري. اعترف مين اللي قتل فهد؟ أنا ما أدري عن اللي قتل فهد، ولا أنا توني طالع من السجن، ولا مداني أسوي أي جريمة، لكن وشو؟ مصنف أسوي جريمة. تستهبل أنت؟ المقال الأقوى على الزعيم الجديد. استعبي! قبل استعبي! قبل! اليوم يومنا يا شباب، راح نكون أقوى وأغنى ناس. أنا قتلت فهد. والزعيم برا البلد أبو فهد كسرت قلبه موت ولده، وانا الزعيم الجديد. بعد عملية عين الحوت في مفاجأة جاية بتاريخ 9 أكتوبر، وراح تستمر حوادث 9 أكتوبر. بابا
لا لا لا. يا ربي وين راحت؟ انا متاكد اني حاطها هني، يعني يا جني اخذها. وين راحت؟ بقى مكان ما دورت فيه. يا ربي. نجحت الخطة؟ لا يا حبيبي. هذاك أول والأول تحول. والله لا عصابة رافع ولا عصابة المسعد ولا المحققين فوقهم، راح أدمرهم كلهم وراح أعلمهم من يكون فهد.